صباح الخير، يومكم مليان بالسعادة والتفاؤل وراحة البال. يا رب جميعا تكونوا بخير. زي ما انا متعودة معاكم كل ما باجي اعمل معاكم وصفة، سواء بقى معجنات، مخبوزات، عيش بكل انواعها واشكالها بالدقيق الابيض، بعدها على طول لازم انزل بنفس الوصفة هي بشكلها وطعمها بس بالدقيق الاسمر، علشان بقى اللي بيعمل دايت او اللي ماشي على نظام غذائي او حتى مرضى السكر، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، علشان ما يحرموش نفسهم من اي حاجة وياكلوا كده بضمير مرتاح، هياكلوا كل حاجة هي بس بطريقة صحية. كل الوصفات اللي في الصور اللي انتوا شايفينها دي عملت منها نسختين، نسخة بالدقيق الابيض والاسمر، وكلها الحمد لله كانت حلوة جدا، سواء بقى التوست او عيش التورتيلا او حتى المافنز اللي بحشوة البيتزا. حتى عملت بيتزا ل10 دقايق بدقيق القمح الكامل بس، من غير عجن بقى ولا تخمير ولا حتى فرن، عملتها في الطاسة وكانت حلوة جدا. كل الوصفات اللي فاتت دي ما دخلتش فيها دقيق ابيض ابدا. كل الوصفات دي هتلاقوها في صندوق الوصف على لينك الوصفات الصحية. وانا علشان من فترة قصيرة كده عملت تشكيلة معجنات بحشوات مختلفة بس كانت بالدقيق الابيض، فلازم طبعا بعدها على طول انزل بتشكيلة المعجنات هي بس بالدقيق الاسمر من غير ما نستخدم دقيق ابيض ابدا. وكمان عملتها بحشوات مختلفة وصحية، والحشوات دي هتنفع معاكي فطار او غدا او حتى عشاء، وكمان هتحلي بضمير مرتاح. والاحلى بقى ان المعجنات هتطلع معاكي هشة وقطنية جدا وكأنك عاملاها بالدقيق الابيض بالظبط بجد، وبدون مبالغة كده مفيش اي فرق بينها وبين الدقيق الابيض غير في الطعم بس حاجة بسيطة، لكن الشكل والقوام مفيش بينهم اي فرق خالص. زي ما انت شايفة كده العجينة من جوه كانت هشة جدا وزي الاسفنج بالظبط، علشان مش معنى ان انت بتاكلي بطريقة صحية تحرمي نفسك من اي حاجة، لان صدقيني لو حرمتي نفسك من اي حاجة هتزهقي بسرعة ومش هتكملي ابدا. لان صدقيني انك تحسي انك بتاكلي كل حاجة من غير حرمان هتلاقي نفسك بتكملي من غير ما تحسي انك بتعملي ولا اي حاجة، هتحسي انك بتاكلي كل حاجه زيك زي اللي حواليكي بالظبط، مش هتحسي باي فرق خالص. كل الفرق بس انك بتحولي الاكل بطريقه صحيه مش اكتر من كده. فيلا بقى نشوف المعجنات القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو كالمعتاد يعني عايزه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك وشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه بس علشان كتير منكم بيسالني في اي وصفه فيها دقيق اسمر انا بستخدم دقيق ايه، انا بستخدم دقيق القمح الكامل من سنبله الفرات. انا ما بغيرش نوع الدقيق ده ابدا، لان بصراحه بيطلع معايا ناجح في كل الوصفات، لكن طبعا لو انت متعوده على نوع دقيق معين تقدري تستخدميه مفيش مشكله. وعلشان انا عايزه العجينه دي تكون مليانه بالعناصر الغذائيه، ففي البدايه كده هعجنها بكوبايه ونص خليط ما بين الزبادي واللبن، ويا ريت اللبن يكون دافي والزبادي بدرجه حراره الغرفه. وبعدين حطيت عليهم معلقه كبيره من الخل، هتلاقي بقى اللبن قطع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهنتكلم طبعا بخصوص المكونات والبدائل من خلال الفيديو، بس علشان نكمل مع بعض كده المكونات وما ننساش حاجه. يبقى انا في البدايه حطيت كوبايه ونص، كوبايه الشاي العاديه خالص اللي موجوده في كل بيت، خليط ما بين الزبادي واللبن. وبعدين حطيت عليهم معلقه كبيره مليانه من الخل، وبيضه واحده بس تكون بدرجه حراره الغرفه، وكمان حطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، ونص معلقه صغيره من الملح، وربع كوبايه من زيت الزيتون، و3 معالق كبار من العسل الاسود. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا كده في البدايه، وبعدين هنزل عليهم بكيلو الدقيق القمح الكامل، وبعدين هعجن بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا. وفي البدايه كده هلاقي العجينه بقى متماسكه وناشفه كده شويه، لان احنا حاطين كوبايه ونص بس من السوائل. وانا بعجن بقى ببدا انزل بباقي كميه السوائل اللي انا محتاجاها حسب طبعا قوام العجينه اللي انا عايزه اوصل له. وانا ما حطيتش لبن وزبادي تاني، انا كميه السوائل اللي استخدمتها بعد كده كانت كوبايه ونص من الميه، ويا ريت الميه تكون دافيه. يعني كل كميه السوائل اللي انا احتاجتها على كيلو دقيق 3 كوبايات من السوائل، طبعا كوبايه ونص خليط ما بين اللبن والزبادي وكوبايه ونص ميه دافيه. المهم انك توصلي بقوام العجينه يكون طري وبيلزق حاجه بسيطه. زي ما بقول لكم في اي وصفه فيها معجنات لازم تسيب العجينه تكون بتلزق حاجه بسيطه، علشان تضمني ان المعجنات دي هتطلع معاكي طريه وهشه جدا وسفنجيه من جوه. ولو بتعجني العجينه دي على ايديكي هتفضلي تعجني لمده ما تقلش عن يعني من 10 ل 12 دقيقه، علشان تحصلي على عجينه يكون ملمسها ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما تعجني كويس جدا هتعملي اختبار للعجينه، انك هتمسكي جزء كده من العجينه وتحاولي ان انت تمطيه. لو لقيت العجينه بتتمط معاكي شويه من غير ما تتقطع يبقى انت كده وصلتي للقوام الممتاز. لكن وانت بتمط العجينه كده لو لقيتيها اتقطعت معاكي بمنتهى السهوله يبقى لا، العجينه محتاجه ان هي تتعجن شويه كمان. شايفين بقى العجينه علشان عجنتها كويس جدا بتتمط معايا من غير ما تتقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه ان العجينه تكون طريه وبتلزق حاجه بسيطه، بلاش ابدا تخلي اي عجينه معجنات تكون يابسه، لازم تكون بتلزق حاجه بسيطه. وبعدين هكور بقى العجينه والمها كده علشان تديني شكل ناعم ومتساوي.
وهدهن الطبق نقطتين من الزيت علشان العجينه ما تنشفش معايا، وكمان هدهن وش العجينه بالزيت لان الدقيق الاسمر حساس وبينشف بسرعه جدا، فلازم العجينه كلها تكوني دهنها بالزيت. وهغطي بقى العجينه دي واسيبها تخمر لغايه لما حجمها يتضاعف مره، مش اكتر من كده. يعني ما تسيبيش العجينه تخمر زياده عن اللزوم لغايه لما الوش بتاعها يشقق، لان صدقيني هيطلع في الاخر طعمها وشكلها مش حلوين ابدا. وهنا العجينه بتاعتي بعد ما خمرت وحجمها تضاعف مره هنزلها بقى على الرخامه علشان افضي الهواء اللي فيها، وبعدين هعملها رول طويل. لازم جدا وضروري تفضي الهواء من العجينه قبل ما نقطعها لكور صغيره، لان طبعا الكور دي من خلال التشكيل هتلاقيها بتخمر تاني، فما تبقيش سايبه هوا من الاول في العجينه. هتقطعي بقى العجينه دي الكور، وحجم الكور بيكون حسب الرغبه، بس من الاحسن يعني انك ما تخليش الكوره صغيره قوي، لان من الاحسن في اي تشكيله معجنات ان العجينه تكون سميكه شويه علشان تطلع من جوه مليانه كده وتكون هشه وزي القطن. لكن من خلال التشكيل لو خليت العجينه سمكها رفيع فممكن تنشف منك في الفرن ومش هتبقى اسفنجيه ابدا. وبعد كده رصيت بقى الكور دي كلها على صينيه، وهغطيها طبعا علشان الوش بتاعها ما ينشفش، ومش هسيبها تخمر تاني ولا اي حاجه. انا هبدا باول كوره انا شكلتها، لان طبعا بتكون ارتاحت وهتتشكل معايا بمنتهى السهوله. وطبعا وكالمعتاد يعني التشكيل ما بيتوصفش ابدا، انك تشوفيه هيكون احسن بكتير. بس طبعا كل حشوه لازم اديها شكل مختلف علشان بعد ما المعجنات تخلص ابقى عارفه هي جواها ايه. اول حشوه دي انا هعملها بالجبنه القريش، وحطيت على الجبنه القريش زعتر، وبعدين قلبتهم كده مع بعض كويس جدا لغايه لما الجبنه بقى قوامها كريمي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهحط الجبنه في طرف العجينه دي وهقفل عليها كويس جدا. اما بقى الطرف التاني فهقطعه بالسكينه لشرايح طويله ورفيعه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بقى هقفلها رول عادي جدا بس علشان اميز العجينه، فخليت الشكل ده يكون متني بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب وانتوا بتتفرجوا بقى على طريقه التشكيل نتكلم شويه بخصوص المكونات والبدائل. اول حاجه كميه السوائل اللي انا استخدمتها في العجينه تقدري تستبدلي فيها اي حاجه زي ما انت عايزه، يعني تقدري تعملي زي ما انا عملت خليط ما بين اللبن والزبادي والميه، وممكن تعملي خليط ما بين الزبادي والميه او اللبن والميه. المهم يعني انك بلاش تخلي كميه السوائل كلها عباره عن لبن وزبادي او لبن بس او زبادي بس. لازم جدا وضروري في اي مخبوزات سواء بالدقيق الاسمر او الابيض انك تدخلي فيها نسبه ميه وانت بتعجني، لان معروف جدا ان الميه الكثافه بتاعتها بتبقى خفيفه، فهي اللي بتطلع معاك المعجنات خفيفه جدا وهشه وبتبقى زي الاسفنج بالظبط. لكن كثافه اللبن والزبادي بتكون اتقل فهتطلع معاك العجينه تقيله شويه، فمن الاحسن انك تدخلي كميه ميه في السوائل. تاني حاجه تقدري تستغني عن البيضه اللي انا حطيتها، بس زي ما قلت لكم انا حبيت ان العجينه تكون مليانه بالعناصر الغذائيه. وتالت حاجه بقى زي ما كلنا عارفين ان العجينه بتتغذى على السكر، بس بما اننا بنعمل وصفه صحيه فانا استبدلت السكر بالعسل الاسود. اولا بيدي لون وطعم حلو جدا للعجينه، لكن طبعا لو انت ما عندكيش عسل اسود فتقدري تستبدليه بمعلقه كبيره من السكر الابيض عادي، مش هتاثر يعني معاكي في كيلو الدقيق. وتقدري كمان تستبدليها بمعلقه كبيره من العسل الابيض او بمعلقتين. المهم انك لازم تستخدمي اي حاجه من الثلاثه دول علشان الخميره تتغذى عليهم. نتكلم بقى بخصوص زيت الزيتون. لو انت ما عندكيش زيت زيتون فتقدري تحطي معلقه كبيره مليانه من الزبده او من السمنه. طبعا كلنا عارفين ان الزبده صحيه والسمنه البلدي كمان صحيه، فلو استخدمت معلقه كبيره من ده او من ده فمش هتاثر معاكي ابدا في الكالوري، لان طبعا احنا مستخدمين كيلو دقيق، فمعلقه على كيلو دقيق مش هتأثر ابدا. وكمان انت مش هتاكلي كيلو دقيق كله مره واحده، فمش هيبقى فيه اي مشكله ابدا. وتقدري كمان تستخدمي الزيت النباتي برضو عادي مفيش مشكله، لان المعادله بالنسبه انك مستخدمه كيلو دي فبتكون قليله جدا. وكده ابقى قلتلك على كل البدائل اللي ممكن تعمليها في مكونات الوصفه دي. اما بقى بالنسبه للخل والبيكنج باودر فياريت بلاش تستغني عنهم ابدا، لان صدقيني بيفرقوا جدا في قوام العجينه. انا عملت المعجنات دي ب3 حشوات. اول حشوه الجبنه القريش زي ما قلت لكم، حطيت عليها زعتر وقلبتهم مع بعض كويس جدا لغايه لما بقى قوامها كريمي. تاني حشوه استخدمت لحمه مفرومه متعصجه من غير دهون ابدا، استكفيت بنسبه الدهون اللي موجوده في اللحمه المفرومه. تالت حشوه دي بقى هتكون خاصه بالتحليه علشان لو عايزه تاكلي معجنات كده حلوه وطعمها مسكر بس في نفس الوقت تكون مفيده ومغذيه، فاستخدمت العجوه. طبعا كلنا عارفين ان التمر صحي جدا، بس برضو بلاش تستخدمي كميه كبيره. انا خدت جزء صغير خالص من العجوه وعملتها كده على شكل رول رفيع وحطيتها على العجينه، وبعدين لفتهم مع بعض كده رول طويل، وبعدين شكلتهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. انا زي ما قلت لكم انكم تشوفوها احسن من ان انا اشرحها بكتير. المهم انك ما تستخدميش كميه كبيره من العجوه. وبعدين رصيت بقى المعجنات دي على صاج وهغطيها وهسيبها تخمر للمره التانية، ولازم تسيبي مسافه ما بين كل واحده والتانية لان طبعا حجمها بيزيد في الفرن. وبعدين دهنت الوش بتاعها باللبن. انا ما بستخدمش صفار بيض
ولا نسكافيه ولا لبن بودر ولا سكر ولا الكلام ده خالص. انا بستكفي بس باللبن بيظبط معايا وش اي معجنات سواء بقى بالدقيق الابيض او بالدقيق الاسمر. وبعد ما دهنتها باللبن وده اختياري طبعا، حطيت على الوش كده سمسم وحبه البركه، وبعدين الصاج القمر ده هيدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 220 في الرف اللي في النص. اول ما تلاقيه اخدت لون ذهبي فاتح من تحت هتفتحي عليها الشوايه علشان تاخد لون حلو من فوق. بلاش ابدا تستني اي معجنات ان هي تاخد لون ذهبي غامق من تحت، لان انت لسه هتسيبيها في الفرن علشان هتفتحي عليها الشوايه فهيكون لونها بقى غامق اكتر، فبالتالي هتطلع معاكي ناشفه. وانا بحب جدا اول ما المعجنات تطلع من الفرن ارشها رشه بسيطه كده من الميه، وبعدين اغطيها بفوطه نظيفه لغايه لما الحراره بتاعتها تهدى شويه علشان تضمني ان الوش بتاعها هيبقى طالع طري وسبونشي جدا زي ما انتم شايفين كده. اما بقى لو انت بتحبي الوش بتاعها محمص من بره وتكون طريه وهشه جدا من جوه، فاول ما الصاج يطلع من الفرن بلاش ترشيه بالميه ولا تغطيه ابدا، هتسيبي بس المعجنات في الصاج كده اول ما تطلع من الفرن لغايه لما تهدى شويه، وبعد كده هتشيليها من الصاج. انا عملت حشوه الجبنه وحشوه اللحمه المفرومه بنفس الشكل، كل الفرق اللي بينهم ان واحده مفروده والتانيه متنيه. اما بقى العجوه فكانت التشكيله بتاعتها مختلفه شويه. وبس كده يا ستي، ومن كيلو دقيق واحد اسمر عملنا احلى تشكيله معجنات بحشوات مختلفه. والاحلى بقى ان هي هتمشي معاكي فطار غدا عشاء، عايزه تاخدي على الفطار واحده كده بحشوه الجبنه القريش مع طبق سلطه بقى، وبس كده مش هتبقي محتاجه حاجه تاني، لان طبعا هتبقي اخدتي البروتين والكربو في حاجه واحده. عايزه بقى تاخديها على الغدا بحشوه اللحمه هتكون حلوه جدا، لانك هتكوني اخدتي البروتين والكربو في حاجه واحده. اما بقى اللي بحشوه العجوه دي فدي كانت ولا احلى انك تحلي كده وانت ضميرك مرتاح، فاظن مفيش احسن من كده مع كوبايه شاي ولبن بقى، ويا سلام هتلاقي نفسك فصلتي كده وفي نفس الوقت اكلتي كل اللي نفسك فيه من غير ما تحرمي نفسك من ولا حاجه. وكمان تقدري جدا بالعجينه دي انك تعملي العيش الكايزر بتاع البرجر، علشان برضو لو عايزه تتغدي برجر تكوني طبعا انت اللي عاملاه في البيت علشان ما يكونش فيه نسبه دهون عاليه، وبكده هتكوني برضو اكلتي احلى سندوتش برجر زيك زي اي حد من غير ما تحرمي نفسك من ولا حاجه. زي ما قلت لك مهم جدا وانت بتشكلي تخلي قطعه العجينه تكون سميكه شويه علشان تطلع معاكي المعجنات مليانه كده من جوه زي ما انت شايفه، وفي نفس الوقت تكون هشه جدا وسفنجيه، علشان لو العجينه رفيعه هتنشف منك في الفرن ومش هتكون بالشكل اللي انت شايفاه ده. استني بقى عليها لما تبرد وبعدين حطيها في اكياس وحطيها في الفريزر، وكل يوم بقى طلعي منها كده قبل ما تاكلي بنص ساعه. تقدري طبعا تستبدلي في الحشوات زي ما انت عايزه، اهم حاجه تعمليها بطريقه صحيه. اعمليها بقى واستمتعي بيها لانك تستحق انك تعملي حاجه مخصوص علشانك، وانا واثقه ان شاء الله ان هي هتعجبكم. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، والاهم بقى انكم تفعلوا الجرس تعملوا لايك وشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.